يا بنتي يا شهي، يا بنتي يا شوشة، هو نخاع انثى الجمل ده مفيد ولا لا؟ ونستخدمه ازاي؟ علشان انا جبته ما بقاش بيعمل اي حاجه معايا ومش عارفه اعمله ازاي على شعري. طيب تدفعوا كام واقول لكم؟ طبعا كالعاده بقول الجمله دي وفي الاخر بقول ما باخدش حاجه. يلا، الثواب عند الله، وقلتها كتير. بصي يا قمر، منك ليها الوصفه دي بحق لو ما جابتش احلى نتيجه مع شعرك. الموضوع كله هيبقى كالاتي: عندك خلاط في بيتك؟ اكيد عندك خلاط في بيتك. عندك كوسه؟ لا، طب اشتري من بره. عندك جرجير؟ لا، اشتري من بره عادي. الكوسه والجرجير سعرهم في متناول الجميع. هتجيبي تقريبا نص كيلو كوسه ونص كيلو جرجير، وهتقومي غسله الجرجير كويس قوي، بس بميه، بس مش ميه وخل، عشان بس لو في حشرات كده تقع. تمام. وهتقومي بميته حطاه في الخلاط وتكي تكي 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 تخلطيه لحد لما يبقى ميه خالص. وهتجيبي زي قماشه قديمه عندك وتحطي فيها الجرجير وتعصري امه لحد ما يبان له صاحب، لحد لما في الاخر كده يبقى بينزل شويه جل. تمام تمام. هتقومي راكنه ميه الجرجير على جنب، والكوسه نفس الكلام في نفس الخلاط، مش هنبعد عنه خالص. وهتعصري كوسه بميتها اللي نازله من اللي اتعملت في الخلاط بنفس القماشه القديمه اللي عندك لحد لما تجيبي اجل امها من الميه اللي فيها. وهتقومي البرطمان بقى اللي انت اشتريتيه من نخاع انثى الجمل اللي مش عارفه تعمليه ازاي ده على شعرك، هتخلطي كل ده في زي كروانه كده او بلاستيكيه غويطه. اخلطي 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 اخلطي، ونص كوبايه زيت زيتون، زيت زيتون يكون اصلي. تمام. حطي الحاجات دي كلها على بعض في البتاع الغويطه دي، واخلطي خلطي خلطي خلطي. وبعد كده عبيهم في ازازه فيها زي بخاخ او فيها زي الاوتومايزر بتاع اللي هو الضاغط ده بتاع الشامبوهات. وهتقومي حاطاه على شعرك، عاملاه ماسك على شعرك كل 4 ايام او كل 5 ايام على حسب ما بتغسلي شعرك. والاحسن تغسلي شعرك مره في الاسبوع، فعادي ممكن تعمليه مره واحده في الاسبوع من الاطراف لحد الجذور فوق، وتمسجي فروه راسك لمده 10 دقايق. وبعد كده تقومي لابسه البونيه الاستحمام العادي، او لو ما عندكيش كيس نايلون عادي جدا هيقوم بالواجب، وفوقيه طرحه قطن. اقفلي على شعرك كويس لمده 2 لحد 4 ساعات، وبعد كده اغسليه عادي بالميه والشامبو. وبعد كده عايز تعملي حمام كريم اعملي حمام كريم. ايه بقى فوائد اللي انا بقولها دي؟ اولا هتساعد على عدم التساقط، وهيجبر شعرك انه يكون قوي جدا. ولو انت عندك شويه فراغات ممكن مع بعض الناس ان ينبت الفراغات دي، وهتدعيلي.